الكونفدراليه الافريقيه امام مسؤوليه تاريخيه اليوم. علاش؟ شكون اللي زاد دعم هذا الشيء؟ هو ان جياني انفانتينو رئيس الفيفا كان بين حضور المباراه النهائيه، ولما اخذوا تصريحه قال هذا الذي شاهدته في نهائي كاس افريقيا للامم لغايه الاسف بالرغم من الجهد اللي بذلوا المغرب، وانا اهنئه على تنظيمه الرائع للبطوله، واللي اكد لي شخصيا، اسمع مزيان، اكد لي شخصيا انه جاهز من غدا باش ينظم كاس العالم، لان المؤامره شنو كانت كتقصد؟ المؤامره كانت بغات تحطم كاس افريقيا للامم باش المغرب يتسحب منه تنظيم كاس العالم. سيدي هذا مخطط مبيت. لكن رئيس الفيفا كان واضحا، قال اولا اهنئ المغرب على تنظيمه الرائع، واؤكد على انه جاهز من الغد لتنظيم كاس العالم. اذا طويل هذا الملف، ارانا الثاني شنو هو انه قال لهم انا لن اقبل ان الكاف تتجاوز او تكون رحيمه في تنزيل عقوباتها على هذا الذي حدث، بمعنى انه شعل الماش. قال له يا اما اليوم غتاكدوا من انكم مؤسسه قائمه بذاتك وعندك مصداقيه وتضرب بيد من حديد كل من سولت له نفسه انه يعبث بكره القدم الافريقيه ويعبث. اذا الكونفدراليه جلول في المحك. طيب مزيان، ما يتعلق برئيس اللجنه التاديبيه عثمان خير، كاين واحد المبدا قانوني لا يمكنني ان اقبل بخصم وحكم.